أفاد مراسل الميادين أن قراصنة الإنترنت بدأوا هجومهم على إسرائيل بحسب ما أعلن التلفزيون الإسرائيلي. وبحسب التلفزيون فإن عشرات آلاف حسابات الفيسبوك انهارت، فيما أكدت مصادر إسرائيلية أن الهجوم استهدف موقع الاستخبارات واخترقه. وكانت مجموعة تدعى أوب إسرائيل قد هددت بأنها ستشن هجومها على إسرائيل بهدف شطبها عن الشبكة، موضحة أنها قررت جعل 7 نيسان أبريل يوما عالميا للمقاومات الإلكترونية. وبموجب القرار فإن المجموعة ستهاجم مواقع إسرائيلية حكومية. ومن فلسطين ينضم إلينا مدير مكتب الميادين ناصر اللحام. مرحبا ناصر، ما هي آخر المعلومات حول هذه الهجمة الإلكترونية علعلى إسرائيل، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على إسرائيل؟ سقطت المواقع الإسرائيلية، سقطت عزيز المقتدر، المواقع الحكومية جميعا، موقع دائرة الهجرة اليهودية، حتى موقع محاكم القضاء وغيرها جميعها سقطت، وظهر على معظمها صور ساعد العيساوي، سامر العيساوي، الأسير سامر العيساوي. روني بكار مدير دائرة السايبر والمعلومات الإنترنت في إسرائيل يقول: نحن لا نستطيع أن نفعل شيء سوى أن نشاهد الحرب. إسرائيل استخدمت قراصنة للرد وبدأت بضرب مواقع في باكستان، حتى مواقع إخبارية كانتقام من الجميع تتهم الفلسطينيين واللبنانيين، لكن إسرائيل سقطت اليوم على الإنترنت. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين.